الخير، مساء الانوار، مرحبا بكم من جديد في قناتي. وصفه اليوم ان شاء الله هي وصفه البهله بالكراميل. هنايا غادي نوضع 250 غرام ديال الزبده. ممكن تستعملوا زبده حيوانيه او تستعملوا المارغرين، كلهم كيعطيو نتيجه وحده. هنايا عبار 2 كيسان. غادي نوريكم الكاس باش عبرت. هذا هو الكاس باش عبرت الزيت، هو باش عبرت السكر، هو باش غادي نعبر اللوز. معاها نصف تقريبا، ما كملاش، بحال نقولوا راس معلقه د الخميره، معلقه صغيره خميره ديال العجن. وغادي نمزج الكل. حتى يولي عندي على شكل بوماد. وغادي نضيف الزيت. هنايا عندي 2 كيسان كيف قلت لكم، نفس الكاس باش عبرتو الزيت هو باش تعبروا السكر. غادي نتابع الخلط. حتى يتمزاج الكل. بعد ما خلطت الكل غادي نضيف المكون الرئيسي اللي كيخلي البهله عندها مذاق رهيب 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 جدا، وهو ملعقه كبيره تقريبا او ملعقه ونصف من الكراميل. غادي نتابع الخلط. غادي نضيف عليه هنايا 2 كيسان ديال اللوز. هنايا مسحته و طحنته نصف الطحنه تقريبا، نقولوا مهرمش. هنايا نفس العبار باش عبرت السكر والزيت غادي نعبر به عاوتاني اللوز. وهنايا كاس من الزنجلان. غادي نتابع الخلط حتى نمزج الكل جيدا. البنات انا هنا استعملت يدي من اول مرحله لاخر مرحله. نتوما راه ممكن تستعملوا الخلاط الكهربائي وتجمعوا به الخليط. هنا من بعد ما الخليط ديالي يتمزج غادي نضيف الدقيق. غادي تركزوا معايا. هنايا
الدقيق عندي غادي نعبرو لكم بنفس الكاس باش عبرت عاوتاني الزيت والسكر واللوز والمكونات الاولى. غادي نضيف الكاس الاول، هنايا الكاس التالي، وغادي نخلط. نتوما راكم كتحسبوا معايا، هذا هو الكاس الثالث. الرابع، وغادي نتابع الخلط. غادي نبدا نحس بلي العجين ديالي بدا يتجمع. غادي نضيف الخامس، السادس، وغادي نضيف معاه الخماره. عندي هنايا 3 الخمارات كيف قلت لكم، هانتوما كتشوفوهم 3 الخمارات. غادي نتابع الخلط. وهنا عندي الكاس السابع، غادي نضيفو بالتدريج. هنايا فين غادي نعرف واش الغريبه ديالي تحتاج الدقيق او لا. غادي نضيف النصف الاول، وغادي نتابع الخلط. هنا غادي نكمل الكاس السابع ديالي، لاني ما حدي كندلكها وهي كترخاف. حاولوا تستعملوا ازلافه كبر من هذه، لانه انا هذه جاتني شويش صغيره على الخليط. مي غادي نحاول اني نكمل فيها. وانتوما كدلكوا وريحه الكرافيل عاطيه ما شاء الله. هذا بغض النظر على المذاق اللي غادي يعطيه مني هتذوقوها. اوكي البنات، هانتوما كتشوفوا شفتوا الخليط كيف ولا بهكذا، يعني خاص باقي شويش ديال الدقيق. اوكي غادي نزيد نصف كاس، يعني 7 الكيسان ونص. وغادي نجمعها. اوكي هنايا من بعد ما دلكتها هانتوما تشوفوا القوام ديالها.
دغيا كتجمع. هانتوما شفتوا يعني 7 الكيسان ونص تقريبا. كاين اللي غتلقى مع دقيق هكايا ما كيتشربش، ممكن تديها حتى 8 د الكيسان. انا هنايا 7 د الكيسان اكتفيت. مهم يكفي انها غادي تجمع لي. اوكي غادي نخليها ترتاح واحد 6 دقائق. من بعد ما خليتها ترتاح شويش غادي نشكل الغريبه ديالي. وهنايا راني فران درتو على درجه 190 حتى 200 باش يسخن. سهله انها تشكل. نتوما غادي تحكموا في القياس اللي بغيتيو، ديروها صغيره او كبيره. ديروا بحسب اللي الحجم ديالها راهو تيضاعف. هنا من بعد ما شكلت الغريبه ديالي والفران سخن غادي نهبط الدرجه ديالو حتى ل 175. عاد غادي ندخل لاطا ديالي نحطها الوسط وتكون العافيه من فوق ومن التحت بالنسبه لي عندها فران ديال الضو. هادو هما لاطا ديالي من بعد ما خرجوا من الفران. هانتوما كتشوفوا الغريبه كيف تشققات. نبينها لكم. هانتوما شفتوا النتيجه. باقي اللاطه الاخيره في الفران. كيف قلنا هذا هو الشكل الاخير ديال البهله. نتمنى الوصفه تنال اعجابكم، ولهنا غادي نقول لكم في امان الله.